والنبي يا جماعة لما حد يجي لك مكتئب، والنبي لما حد يجي لك مكتئب هو بيبقى شايفك طوق نجاة، جاي يفضفض معاك، جاي يرمي عليك حمله. في الوقت ده بقى أرجوك مش وقته خالص إنك تديله نصايح. انت كان المفروض تعمل كذا، ايه ده انت مكتئب ليه، ايه ده انت ما عندكش ايمان بربنا وخلاص، ايه يا عم الحياه مش نقعد ننصح وننظر ونتريق، ده مش الوقت الصح خالص. اللي بيعمل كده مع حد مكتئب جاي يشتكي له، هو بيبقى بالظبط عامل زي واحد شاف واحد بيغرق في البحر، راح وهو بينقذه اداله درس في العوم. طب انا دلوقتي بغرق، هسمعك وانت بتديني درس في العوم؟ المفروض ان انت بتطلعني وتنقذني، وبعد كده لما الدنيا تهدى بتعلمني ازاي اعوم. فده مش وقت خالص ان حد بيغرق وبيستنجد بيا نفسيا اروح اقول له ايه، انظر وانصح واعمل. الشخص المكتئب ساعتها بيحس ان ايه ده، وما حدش حاسس بيا، هو ما فيش حد سامعني. وده بقى موجود جدا دلوقتي، اطفال وكبار. تسال الاطفال يقول لك احنا قاعدين في بيت واحد بس هم ما يعرفوش حاجه عني، هم عاملين ياكلوني ويشربوني ويودوني النادي بس ما حدش يعرف انا ايه اللي جوايا، هم شايفين ان مفيش حاجه ناقصاني. الناس كتير كبار وصغيرين متدمرين نفسيا وحاسين بالوحده، مفيش حد بيسمع، مفيش حد بيحتوي. فبتكون النتيجه ان الشخص ده يحس ان لوحده، مع بقى شويه امراض نفسيه واكتئاب، يوصل للبلاوي اللي بنسمع عنها، اللي ترمي نفسها مش عارف منين، واللي ينتحر، واللي يشنق نفسه، واللي يحرق يولع في نفسه. طب ليه؟ احنا بقينا كل واحد في حاله، كل واحد منعزل، محدش بيحتوي التاني. انا مش هقول لك جيرانك، مش هقول لك اخر مره سالت عن جارك، سيبك من جارك رغم ان النبي وصى عليه، بس هقول لك اخوك اللي من لحمك ودمك. في كتير ما بيسالوش عن اخواتهم، اخوات شقق ما يعرفوش حاجه عن بعض. وانا اخويا نايم جعان ولا شبعان، معاه فلوس مديون، ايه نظامه، مطمنه عليه ولا اي حاجه؟ انا عايشه بس قافله على نفسي، اهم حاجه نفسي وبس. ما بقيناش بنحس ببعض. والبركه في بوستات السوشيال ميديا اللي يقول لك ايه، اعتزل ما يؤذيك. على فكره لو لاقي حد طاقته سلبيه ابعد عنه، انا مش ناقص. لما تلاقي الناس الكئيبه دي ابعدوا عنها. طب لما انا ابعد عن الكئيب وغيري يبعد عن الكئيب، الكئيب ده هيعمل ايه؟ يولع في نفسه ولا يرمي نفسه زي ما بنشوف، ولا ينتحر، ولا هيعمل ايه؟ ما هو لوحده. انا ما بقولش نمشي ننقذ الناس كلها، لان ده مش دورنا. انا مش همشي اشوف مين كئيب ومين كئيب وافضل اعالج في ده واعالج في ده لغايه ما انا يجي لي اكتئاب. بس على الاقل نحس ببعض، على الاقل نسمع بعض، نلاحظ بعض. اشوف شخص مثلا عنده مشكله نفسيه عمال يقول انا عايز اموت نفسي، انا عايز اخد بالي، ارشده المعالج نفسي، انا مش مؤهله لكده، ارشده المعالج نفسي، اهتم بيه، اسمعه. طب اعمل لك ايه عشان تبقى كويس؟ بطلنا نحس ببعض. الناس دي بيبان عليها، الناس دي بتلاقيه مثلا كان شخص اجتماعي، بتلاقيه فجاه بقى منعزل مثلا، دي علامه. تلاقيه مثلا بقى بيعمل تصرفات جنونيه، الناس اللي عايزه تموت نفسها يعني، تلاقيه بيعمل تصرفات جنونيه، اللي هو بيسوق بسرعه، اللي هو تحس ان غريزه البقاء والخوف على نفسه وعلى حياته مبقاش موجود. تلاقيه بيمشي يوزع في ممتلكات كان بيحبها قوي، يدي مش عارف مين هدومه ومين عربيته، هو خلاص هو بيودع الدنيا، يكلم اهله خلي بالكم من ولادي، خلي بالكم مش عارف ايه. اللي هو الناس دي فين اهلها، فين الناس اللي حواليها، فين دايره الدعم؟ مفيش، كل واحد باصص لنفسه وبس. وده غلط. فيا ريت نصيحة بدائية سهلة جدا، حسوا باللي حواليكوا، شوفوهم، حسوهم، مش مجرد ان يلا يا حبيبي عشان تاكل يلا النادي. انت عارف ايه اللي جوه ولادك، الدايرة المقربة، مش الولاد بس والناس الكبيرة. نحس ببعض، نسمع بعض، حسوا ببعض اكتر من كده يا جماعة. لان ده الاكتئاب والوحدة والوحدة النفسية دي، الاكتئاب مرض لعين، لعين بمختلف درجاته، مرض لعين، لعين بمختلف درجاته. ما نحكمش على بعض، بطلوا تنظير. عندك اكتئاب، ضعف ايمان، ده مرض. نحس ببعض اكتر من كده يا ريت.